السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. باغي تستافد انت والأسرة ديالك من الدعم الاجتماعي المباشر اللي غادي يبدأ إن شاء الله نهاية دجنبر 2023. أول حاجة خاصك دير هو أنك تسجل انت والأسرة ديالك في السجل الوطني للسكان RMP.IMA، ومن بعد في السجل الاجتماعي الموحد URC. الخطوة الأولى هي التسجيل في السجل الوطني للسكان. غادي تعمر الاستمارة طلب التسجيل في الموقع RMP.IMA. من بعد غادي توجه انت وجميع أفراد الأسرة ديالك الملحقة الإدارية أو القيادة اللي تابع ليها. تكمل التسجيل وغادي يتوصل كل واحد فيكم بالمعرف الرقمي والمدني والاجتماعي الخاص به بالهاتف عبر رسالة نصية أو البريد العادي، أو كذلك في البريد الإلكتروني. الخطوة الثانية هي تسجل في التسجيل الاجتماعي الموحد URC. تسجل راسك وتصرح بجميع أفراد الأسرة ديالك على الموقع URC وتسجل راسك 100%، أو تعمر المعلومات على الموقع وتطبع الاستمارة وتحطها في الملحقة الإدارية أو القيادة اللي تابع ليها. مني كتسجل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد كيتحسب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي ديالها. هذا المؤشر إذا كان أقل من العتبة المؤهلة للدعم الاجتماعي المباشر فالأسرة يمكن ليها تقدم الطلب ديالها على الموقع ASD.IMA. هاد العملية ديال التسجيل تيديروها كل الأسر اللي باغين يستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر، بما في ذلك اللي كيستافدوا حاليا من البرامج تيسير دعم الأرامل، وغادي يبداو يستافدوا ابتداء من نهاية دجنبر 2023 من الدعم الاجتماعي المباشر اللي المبالغ ديالو أكبر، حيث أنه الحد الأدنى لهذا الدعم هو 500 درهم. 500 درهم في الشهر لكل أسرة مستفيدة، وهذا المبلغ يمكن يرتفع حسب التركيبة الأسرية. بالنسبة لصندوق التكافل العائلي غادي يبقى جاري به العمل، وبالنسبة اللي كيستافدوا حاليا أو غادي يحطوا الطلبات ديالهم، كل الطلبات الجديدة للدعم الاجتماعي المباشر غادي تمر عبر التسجيل على الموقع ASD.IMA، وانطلاقة صرف الدعم الاجتماعي المباشر غادي يكون ابتداء من نهاية دجنبر 2023. أخواتي وإخواني، كنتمنى يعجبكم محتوى الفيديو اليوم وتكونوا استفدتوا منه. إلا كان أي جديد غادي نبلغكم به إن شاء الله. ولتشجيعي في تقديم المزيد ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس، وكذلك ديروا لي لايك الفيديو. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه.